نفسك تكبر 10 أو 20 صفحة وقناة في نفس الوقت من غير ما تلمس الموبايل؟ النهاردة هسلمك مفتاح السيطرة، هخليك تعمل سيستم كامل بينشر لك ريلز بشكل تلقائي تماما على فيسبوك ويوتيوب وفي الوقت اللي تحدده. النهاردة هنشرح وحش الأتمتة ان هعلمك ازاي تطلع الاي بي ايز لفيسبوك وجوجل درايف ويوتيوب، وازاي تربطهم ببعض علشان المحتوى بتاعك يلف النت كله وانت نايم. والموضوع ده كنز خصوصا للناس اللي شغالة في محتوى الريلز او المحتوى اللي بيتكرر على صفحات كتير. مش بس كده، انا عملت لك اداة عبقرية شرحناها في فيديو قبل كده، هتلاقيه على القناة بيصنع لك أي عدد ريلز قرآن وبشكل تلقائي. والنهاردة إن شاء الله هنكمل الحلقة المفقودة وهي النشر التلقائي. المجهود اللي في الفيديو ده كبير جدا عشان أبسط لك الأمور، فما تبخلش عليا باللايك والاشتراك تقديرا للتعب ده. والأهم كمل الفيديو للثانية الأخيرة، إن أي غلطة صغيرة هتوقف السيستم كله، فبلاش استعجال. ولو وقف قدامك أي حاجة اسألني في الكومنتات وهرد عليك فورا. يلا بينا. علشان نعمل الورك فلو بتاعتنا هنضغط على create work flow، وعلشان نضيف أول نود في الورك فلو بتاعتنا هنضغط على علامة الزائد اللي في النص أو اللي على اليمين فوق، وبعدين نختار schedule trigger علشان الورك فلو تشتغل تلقائي في وقت معين احنا هنحدده. نقدر نحدد انها تشتغل كل عدد ثواني محدد او دقايق او ساعات او كل يوم في وقت معين. احنا هنختار ساعات وهنخليها كل 8 ساعات مثلا، وبعدين نضغط على علامة الزائد اللي جنب النود دي ونكتب درايف ونختار سيرش فايلز اند فولدرز. اول حاجه هنفتح النود ونخش على الاعدادات بتاعه النود. اول حاجه نعملها لازم نربط الدرايف بتاعتنا بالورك فلو عن طريق حاجه اسمها الكريدنشال. هنضغط على create new credential ونروح نكتب جوجل كلاود ونضغط على جوجل كونسول. هتفتح لنا الواجهة دي. هنضغط على create new project وهنحط اي اسم للبروجكت، مش هتفرق معانا في حاجة. بعد ما يتكريت البروجكت هنضغط على select project وهنضغط على APIs and service. هنعمل سيرش على درايف، هيظهر لنا درايف API. هنضغط على enable، هننتظر لحظات لحد ما يبقى معانا enable. هنروح على auth screen نضغط على get started ونحط اي اسم للاب اللي هنعمله user support mail. هنحط الايميل اللي احنا شغالين منه ونضغط next. الاودينس هنخليها external ندوس next، برضه هنحط الايميل اللي شغالين منه ونكست وبعدين agree وكريت. بعد ما تكريت معانا الاب نضغط على create auth client، نختار ويب ابلكيشن هنحط اي اسم برضو، نضغط على add URL ونروح على NetN وناخد اللينك ده كوبي ونحطه هنا وندوس create. هيظهر لنا client ID والclient secret، هناخدهم ونحطهم على NetN وندوس save. وهنروح على الاودينس هنا في جوجل كونسول تاني ونضغط على add users ونحط الايميل اللي شغالين منه. وبعدين هنرجع على NetN وندوس sign in with Google ونسجل دخول بالايميل اللي شغالين منه ونوافق على الصلاحيات وندوس متابعة. بعدين نكمل باقي اعدادات النود. resources هتبقى فايل فولدر. الاوبريشن سيرش، السيرش ميثود هتكون advanced search. السيرش كويري في مسار هسيبه لكم في وصف الفيديو علشان يوصل للفولدر الصح ويختار الفيديوهات فقط، علشان لو في ملفات تاني في الفولدر يتجنبها. هنحطه في الخانة دي مع اي دي الفولدر اللي هترفعه على الفيديوهات اللي انت هتنشرها. انت طبعا هتغير اي دي بتاع الفولدر بالاي دي بتاع الفولدر اللي عندك. هتجيب الاي دي بتاع الفولدر من اللينك بتاعه في جوجل درايف. انا عملت فولدر اهو، هاخد الاي دي واحطه في السيرش كويري. هنقفل الريتيرن اول ونخلي الليميت 1 عشان ما ننشرش كل الفيديوهات اللي في الفولدر على الدرايف مرة واحدة. ضروري جدا تقفل الريتيرن اول دي. هنا السيرش ميثود ادفانسد سيرش مش سيرش فايل الفولدرز نيم. بعد كده هنضغط على علامة الزائد اللي جنب النود علشان نضيف النود اللي بعدها، نود درايف برضو بس هنختار المرة دي داونلود. الكريدنشال خلاص احنا ربطناه من النود اللي قبلها. الريسورسز فايل الاوبريشن داونلود، الفايل هنا نخليه باي اي دي ونسحب الاي دي اللي جاي من النود اللي قبلها. بس الاول هنروح نرفع اي فيديوهات علشان نعرف ناخد الاي دي. انا رفعت 2 فيديو كده وهنشغل النود اللي قبلها ونسحب الاي دي بالشكل ده. وهنضغط على اد اوبشن، نختار بوت اوتبوت فايل انفيلد وهنسيبها داتا. ده اسم ده اسم الداتا اللي جاية من النود اللي قبلها اللي هو الفيديو هنا. هنضغط على execute step
هنلاقيها شغالة معانا مفيش أي مشاكل. بعد كده هنضيف نود اسمها edit fields علشان نضيف كابشن وهاشتاجات لكل فيديو لما ينزل. هنضغط على add field، النيم هنا كابشن مثلا، والفاليو هنحط الكابشن اللي احنا محتاجينه ينزل مع الفيديوهات. انا هنا بنشر ريلز قرآن وبعمل اي عدد من ريلز القرآن بضغط الزرار بالأداة اللي عملتها ونزلتها هنا على القناة. لو ما شفتش الفيديو ده فايتك كتير، ارجع شوفه. وهنفعل ده include other input fields. هنضيف النود اللي بعدها، هنضغط على الزائد وندور على يوتيوب ونختار upload فيديو. هنا برضو لازم نربط بكريدنشال. هنرجع على البروجكت اللي عملناه على جوجل كونسول ونبحث على يوتيوب داتا اي بي اي 3، نضغط عليها ونضغط enable وهننتظر لحظات لحد ما يبقى معانا enabled. وبعدين هنروح على credential ونضغط على create credential ونختار auth client ID ونختار web application ونكتب اي اسم. وبنفس الطريقة هنروح نجيب اللينك ده من N8N ونحطه هنا وندوس create. هنا طبعا لازم يكون ده نفس الايميل الخاص بالقناة اللي هتنشر عليها، هو اللي هتعمل فيه البروجكت لليوتيوب او هتاخد منه credential لليوتيوب. وناخد الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت ونحطه على N8N ونضغط سيف. وبرضه هنسجل بالايميل الخاص بالقناة واللي اخدنا منه الكلاينت اي دي والكلاينت سيكريت ونوافق على الصلاحيات ونضغط متابعة. نكمل باقي اعدادات النود. الريسورسز فيديو، الاوبريشن ابلود، التايتل هنا هنحط الكابشن اللي احنا عملناه في النود اللي قبلها، فهنعمل اكسكيوت للنود اللي قبلها علشان نسحب الكابشن ونحطه بالشكل ده. الكود هنا هنختار الدولة بتاعتنا، انا هختار مصر طبعا. الكاتيجوري انا هختار education، انت اختار على حسب المحتوى بتاعك. هنروح نفتح القناة دلوقتي علشان هنشغل النود دي ونشوفها شغالة ولا لا. دي القناة بتاعتنا موجود فيديوهين فقط، هنروح نشغلها ونشوف. هنضغط على execute وننتظر ثواني. كده المفترض اشتغل مفيش اي مشاكل. هنرجع نشوف الفيديو نزل على القناة ولا لا. كده الفيديو نزل اهو معانا على القناة شغالة تمام الحمد لله. طبعا تقدر تضيف اي عدد قنوات بنفس الطريقة. هنروح نضيف كمان هنا صفحة فيسبوك علشان نبقى عملنا طريقتين، الفيسبوك واليوتيوب، وانت اختار الطريقة. انت تقدر طبعا تضيف اي عدد من صفحات الفيسبوك او اليوتيوب بنفس الطريقة. نضيف نود فيسبوك اسمها جراف اي بي اي ونوصلها بالنود اللي قبلها اللي هي نود الكابشن. بعدين نضغط عليها دبل كليك علشان نظبط الاعدادات. ركز معايا هنا علشان تعرف تعملها صح ان شاء الله. وعلشان نعمل كده اول حاجة هنروح على ميتا ديفلوبرز، هنضغط على هنا كلمة ادوات المطورين وبعدها هنضغط على تطبيقات اللي فوق دي وندوس انشاء تطبيق. هنعمل اي اسم للتطبيق. حالات الاستخدام نضغط على غير ذلك اللي تحت دي وبعدين نضغط التالي. هنختار نشاط تجاري، بعدين نضغط التالي. نختار اكونت البيزنس اللي هنشتغل منه وندوس انشاء التطبيق. هيطلب منك باسورد الفيسبوك، اكتبه ودوس ارسال. كده هيكون اتعمل التطبيق معانا. هنضغط عليه. في حاجة لازم نعملها الاول علشان يشتغل معانا التطبيق، علشان لو نسيتها مش هيشتغل معانا. بدل ما هو في وضع التطوير هنا كده، لا هتعمل له نشر. بس لو جربنا دلوقتي نعمل نشر هيرفض، لان في خطوة لازم نعملها الاول قبل ما نعمل التطبيق في وضع النشر. هنروح على اعدادات التطبيق اساسي. المفترض نحط لينك سياسة الخصوصية هنا. احنا هنروح نجيب لينك من اي موقع. انا هجيب موقع من موقع امازون مثلا واحطه هنا ونضغط حفظ التغييرات. هنضغط على نشر هتلاقيه اشتغل معانا تمام. هنضغط على الادوات ونختار جراف اي بي اي، هتظهر الواجهة دي الاول. هندي كل الاذونات علشان نقدر نشغل النشر التلقائي من الورك فلو. اعمل زي دول بالظبط عندك ونختار الصفحة اللي هننشر عليها ونضغط generate access token. ولكن الاول هنروح نجيب الاي دي للصفحة لاننا محتاجينه. هنكتب المسار ده هنا في الجزء ده مي accounts. هتظهر كل الصفحات بتاعتنا اللي عندنا على account، كل صفحة بالاي دي بتاعها. هناخد اي دي الصفحة اللي احنا محتاجين ننشر عليها وهنروح على N8N ونحط الاي دي في النود هنا. في الفيرجن هنختار اخر فيرجن عندك، وفي الايدج هنا هنكتب فيديوز، وفي الكويري باراميترز هنا هنضغط اد باراميتر. النيم نكتب description، والفاليو هنسحب الكابشن بالشكل ده.
كده فاضل credential احنا جهزناه بس لسه ما ربطناش بال N8N. زي ما قلنا هنختار الصفحة ونضغط generate access token، بس لو اخدنا الاكسس توكن زي ما هو كده وربطنا بيه مش هيشتغل. في كود صغير كده انا هسيبه في وصف الفيديو، هتاخده وتحطه في المتصفح عندك مكان اللينك لأي موقع، وتضيف الاكسس ده اللي اخدناه، هيطلع لك اكسس توكن طويل المدى يشتغل بإذن الله. هتاخد الاكسس توكن اللي هيطلع ده، وهنروح على init in ونحطه هنا ونضغط سيف. هنروح على الصفحة علشان نشوف قبل ما نشغل النود ونتأكد انها شغالة ان شاء الله. ده اخر فيديو نزل على الصفحة من ساعة تقريبا. هنرجع على init in ونضغط execute. في خطأ ظهر هنا معانا، المفروض الميثود هنا تيجي تكون بوست مش جيت، هنغيرها ونفعل send binary file ونكتب data ونضغط execute. هنا ظهرت مشكلة برضو، دي مشكلة في الأذونات، هنروح نراجعهم ونشوف المشكلة. في إذن هنا كده أعتقد هو اللي ناقص، اللي هو بيزنس مانجمنت. نختار الإذن ده ونوافق على الصلاحيات ونعمل اكسس توكن تاني ونحوله لاكسس توكن طويل بنفس الطريقة اللي عملناها من شوية، ونرجع نضيفه على ان ونضغط سيف ونرجع نعمل اكسكيوت تاني. هننتظر لحظات كده اشتغلت تمام ان شاء الله. نرجع للصفحة ونشوف الفيديو نزل ولا لا. الفيديو نزل على الصفحة والورك فلو شغالة معانا، بس فاضل حاجة أخيرة علشان تشتغل بدون مشاكل أو تكرار للفيديوهات اللي بتنزل. هنروح نضيف نود تاني درايف، لكن المرة دي هنختار موف علشان أي فيديو ينزل يتنقل على فولدر تاني احنا هنحدده علشان ما يحصلش تكرار. وهنخلي النود دي مربوطة بآخر نود من تحت، ده مهم جدا جدا علشان ما يتنقلش قبل ما ينزل على كل الصفحات أو على كل القنوات اللي في الورك فلو. الكريدنشال خلاص هو بقى جاهز معانا. الريسورسز فايل الاوبريشن موف، الفايل هنا هنسحب الفايل اي دي اللي جاي من نود داونلود. اللي بعدها هنخليها زي ما هي ماي درايف. اللي بعدها هنختار الفولدر اللي احنا محتاجين ننقل فيه الفيديوهات اللي بتنزل. انا هنا عملت فولدر اسمه تم النشر، هنقول عليه الفيديوهات. هنعمل اكسكيوت وننتظر لحظات ونروح على الفولدر. هنلاقي ان الفيديو اتنقل هنا. وعلشان نشغلها كده بشكل تلقائي ونسيبها، هنروح نعمل ببلش ونسيبها. بس هنا انا شغال على نسخة سيلف هوستنج، يعني على الجهاز بتاعك، يعني كده لازم تسيب الجهاز شغال ويكون شغال ان علشان الورك فلو تشتغل معانا في الوقت اللي احنا محددينه، اللي هو هنا مثلا 8 ساعات بدون تدخل منك بشكل تلقائي. لو ما عملتش الخطوات دي بالظبط الورك فلو مش هتشتغل معاك بشكل سليم وهيظهر فيها مشاكل.